بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام حيثما كنتم وأينما وجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله. هلا سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. ضيفنا ومعلمنا هذه الحلقة فضيلة الدكتور سعيد بويزري، فأهلا وسهلا بكم دكتور سعيد. مرحبا أخ أحمد. الله يبارك فيك. استعدادا لشهر رمضان المعظم، الذكر في حياتنا. يقول تعالى في محكم التنزيل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. شيخنا سعيد، الذكر يخرجنا من دائرة الغافلين. نعم. لا نكن من الغافلين. نسأل الله لا نكون من الغافلين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يسمون الله سلام نوان ذي ذويل تنوان من الفتوى. أخي أحمد، ذكرتم هذه الآية المباركة من سورة الأعراف، الآية 205. ربنا يبدأ القرآن بقوله: واذكر ربك، يعني توجيه من رب العزة لذكر الله عز وجل. ثم اختمها بقوله: ولا تكن من الغافلين. دعني أتحدث عن الذكر والغفلة في شكل رسائل يفهمها المشاهد، وأترجمها باللغة القبائلية تعميما للفائدة. أولا، الرسالة الأولى الذكر. الذكر يقول عنه العلماء هو أيسر العبادات. ذكر الله أيسر العبادات. لماذا؟ العبادات الأخرى مثلا عبادة الصلاة تحتاج إلى وضوء، تحتاج إلى قيام وركوع وسجود وغيرها من الشروط والهيئات المختلفة. والصيام يحتاج أيضا إلى شروط، والحج يحتاج أيضا إلى هيئات، ويحتاج إلى أركان وواجبات ومندوبات ومستحبات وغيرها. ولكن الذكر عبادة ميسرة سهلة، لا تحتاج لا إلى هيئة ولا إلى شرط الوضوء ولا إلى شيء آخر. لذلك قال ربنا في القرآن الكريم في أواخر سورة العمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى أن يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى آخر الآيات. إذن الرسالة الأولى أن الذكر أيسر العبادات. الرسالة الثانية: الذكر أنواع. هناك ذكر الأسماء والصفات ألف. باء، هناك ذكر الأوامر والنواهي. هناك ذكر النعماء والآلاء. أشرح. النوع الأول يسمى ذكر الأسماء والصفات. نذكر الله عز وجل بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى. أخي أحمد، حينما نتذكر أنا وأنت نقول مثلا الرحمن، نتذكر رحمة الله عز وجل. الرحيم، الواجد، الماجد، الغفور، الودود، كل هذه أسماء الله عز وجل. أو نتذكر صفات الله عز وجل. القوي، نذكر صفة من صفاته، يعني كونه قويا، كونه غنيا، كونه يعني وارثا، فهو الوارث. نتذكر ونوحد الله عز وجل ونذكره بذكرنا لهذه الأسماء الحسنى ولهذه الصفات العلى. نقول مثلا الوارث، ونحن أيضا ورثة. صحيح. الوارث يرث مورثه، ولكن ذلك الوارث يأتي يوم فيورث، يترك ماله لغيره. هذا يرث هذا وهذا يرث هذا، إلى أن يأتي الوارث الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال القرآن الكريم: ولله ميراث السماوات والأرض. إذن نذكر الله عز وجل من خلال ذكرنا لأسمائه الحسنى وصفاته العلى. النوع الثاني يسمى ذكر الأوامر والنواهي. يعني ربي سبحانه يأمرنا وينهانا، يأمرنا بأوامر وينهانا بنواهي.
فحينما نأتمر بأوامره وننتهي عما نهانا عنه فقد ذكرناه. هذا نوع آخر مهم جدا، ذكر الأوامر والنواهي. ربي سبحانه قال صلي نصلي، قال صم نصومه، قال زكي طبعا للقادر يزكي، وقال لا تشربوا الخمر، لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال أيضا اجتنبوا الربا واجتنبوا الخمور واجتنبوا كذا والنميمة والغيبة وقول الزور وإلى آخره. كل هذه النواهي إذا انتهينا عما نهانا الله عنه فقد ذكرناه، وإذا أتمرنا بما أمرنا به الله عز وجل فقد ذكرناه. النوع الثالث باختصار هو ذكر النعماء والآلاء. أيوة. نذكر نعمة الصحة، يعني الصحة منحنا الله عز وجل إياها. صحيح. فحينما نشعر بأن نحن الصحة فقد ذكرنا الله عز وجل ونحمد الله عز وجل ونذكره، نقول الحمد لله على نعمة الصحة، ونذكر الله عز وجل على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، ونذكر الله عز وجل ونشكره على نعمة الولد وعلى نعمة العافية وعلى نعمة الهناء والراحة والطمأنينة والسكينة، كل هذه النعم. إذن خلاصة، هناك ذكر الأسماء والصفات، هناك ذكر الأوامر والنواهي، هناك ذكر النعماء والآلاء. فإذا ذكرنا هذه النعم فقد ذكرنا المنعم سبحانه وتعالى. رسالة أخرى، دعني يعني لك ذلك. بارك الله فيك سي أحمد. الرسالة الأخرى في باب الذكر، لا بد أن نلازم الذكر ويلازمنا الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. هذا حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، طبقا لقوله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ربي ما قالش اذكروا الله ذكرا قليلا. لذلك تأتي الرسالة الأخيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يترجم هذا الأمر الرباني من خلال تعليمه لنا أنواعا من الأذكار في كل وقت. كان ما يسمى بأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار رؤية المنعم عليه وأذكار رؤية المبتلى وأذكار المطر وأذكار الرعد والبرق والزلازل وغيرها من المناسبات. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يترجم هذا الأمر الرباني يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعلمنا هذه الأدعية وهذه الأذكار في جميع الظروف وفي جميع الأحوال. يستقبل الإنسان يومه حينما يستيقظ بذكره، حينما يقول في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ثم وهو يغادر البيت أيضا علم النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. إذا كان ركب سيارته ولا ركب حافلة أو ركب دابة من الدواب ليسافر أيضا يذكر الله عز وجل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، إلى أن يقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى إلى آخره. أدعية تلازمنا وحتى في المساء ونحن نعود آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أدعية وأذكارا في جميع المناسبات. بعد الصلاة واش قال معاذ؟ والله إني لحبك يا معاذ لا تنسى دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من أخذ بهذه التوصيات لا يكون من الغافلين، لقوله تعالى ولا تكن من الغافلين، والله لم يقل ولا تكن من الناسين الإنسان ينسى، ولكن قال ولا تكن من الغافلين. إذا سمحت لي في دقيقة نترجم قبيلية. هو كذلك يعني نترك كما يقول ختامه مسك باللغة الأمازيغية. في آخر البرنامج سنعود إلى هذه حتى نذكر بها. شيخنا السعيد حفظك الله. طيب مشاهدينا إلى أسئلتكم. أختنا أمينة من فرنسا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكركم جزيل الشكر على هذه الحصة هذه. هذا واجب. فريمون راكم منورينا، يعني نصائح ناخذها من عندكم مليحة. ربي ينفعنا. عندي عدة أسئلة ولو سمحتوا. مرحبا. السؤال الأول هي ما هي درجة واحد الإنسان اللي يدير الميناج في لاموسكي؟ أيوة. والثانية بغيت نبيع لابارتمون تاعي ونقسمها على ولادي. عندي طفلة وبنت، طفلة وولد،
بغيت نقسم على نبيع لابارتمون، نقسم لهم الدراهم مادامني حيه. ايوه باسكو البنت ماهيش باغيه لو بارطاج تاع الاسلام. قالت لك علاش لو غارسون يبرون بليس كو لي في، وانايا مانيش باغيه بعد موتي يتقاتلوا على لابارتمون. راني بغيت نبيعها ونقسم لهم الدراهم مادامني حيه. واش ما هو زعما كي نقسم لهم انايا دراهم، واش نقسم لهم كيف ولا نقسم كما تقول الشريعه؟ هذا السؤال الثاني. العد وراني متمنيه ان شاء الله نروح للحج هذا العام. السيدة أمينة، السيدة أمينة، راني نسألكم واش نقدر نجيب العمرة على بليزيور بيرسون ولا لا؟ واش لازم العشاء ندير العشاء تاع الديبار، واش واجب ولا لا؟ والسؤال الاخير على واحد حبيبتي راهي تسقسي على الطلاق. هي مزوجه بالفاتحه وداروا المارياج في لاميري، دونك راهي بغات تطلق. واش بغات بتسقسي واش تطلق على مع الامام، يجوزوا على الامام يطلقهم ويزيدوا يطلقوا عند لاميري تاع فرنسا ولا كيفاه؟ واضح سيدة أمينة. هذا هما الأسئلة وتبارك الله فيكم. الله يبارك فيك سيدة أمينة. شيخنا السعيد يريد سؤالك يعني. وتصوموا بصحة ولهنا إن شاء الله. إن شاء الله وإياكم. سيدة أمينة، يا سيدة أمينة. طيب راحت سيدة أمينة. نجيبوا الحالتين. طيب نعم. تفضل شيخنا السعيد. نعم راني ما زلت على الخط. أيوة سيدة أمينة، شيخنا السعيد يسأل يعني زوجك معك عن لا طيب واضح. لا توفى الله يرحمه. رحمة الله عليه شيخ أمين، رحمة الله عليه. نجاوبوك سيدة أمينة بارك الله فيك. توفى ولكن دركا عندي زوج اولاد، بنت وولد، والبنت ما راهيش باغيه البارطاج تاع قالت لك علاش اوني باغي بوركوا اسكو لو غارسون يبرون بليس كو لا في. راني بغيت نبيع لابارتمون تاعي ونقسم لهم درك في حياتي خير. طيب تيبو اكسبليكي شيخ. معليش بنتك يا ريت كانت تكون حاضره يعني باش تسمع الجواب. لا ماهيش موجوده. معليش الجواب توصليه لي ان شاء الله. توصليه ان شاء الله. بارك الله فيك سيدة أمينة. أخت نورة قسنطينة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا أخت نورة. بيك عايشك خويا. وراسك حابه نسقسيك على بنتي. ايوه بنتي دركا يسمى كنا حاطين لا تيلي وجات صورة ياسين. ايوه كي جات صورة ياسين يسمى عاد ترجف يدها وعاد تزعق، يسمى تنقراها بالمعوذات وباه بنتي تهدن شويه. ديتها عند واحد الراقي، قالوا لك الراقي مليح، ديتها عنده. حبيت نسقسي برك هذه الا كان نكمل عنده ولا نحبس. الراقي هذا يسمى كل جمعه يقول لي جيبيها زقيها وبالصوارد. هذه أيوة. اللي حابه نسقسي برك. طيب كل جمعه تجيبيها؟ طيب. كل جمعه نديها يرقيها. طيب ربي يشفيها ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك سيدة نورة. نجاوبوك ان شاء الله عليه ان شاء الله. هيبقى على خير. شكرا سيدة نورة. الى اين محمد؟ ميلا اخت سمية. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا الاخت سمية، تفضلي. بيك يعيشك. عندي 3 اسئله من فضلك. تفضلي. السؤال الاول، توفى زوجي ودركا في العده ربي يرحمه. وخلاني حامل. ايوه. وكنت قبل ما يتوفى كنت متزوجه عند طبيب. ايوه. ودركا راني في العده، تكون نقدر نكمل عند طبيب ولا لازمني طبيبه؟ الو. طيب واضح. السؤال الثاني، زوجي قبل ما يتوفى شرى لي عصفة، شراه لي في القفص، والقفص هذاك قال لي ثم لازم نردو لمولاه، ولا كان ما رديتوش نعطيه له دراهم، وتوفى قبل ما يردو. وانا سقسيت بزاف ما لقيتش من عند من شراه، والقفص هذاك مازال عندي، ثم هو بقى دين عليه. لو كان كيفاه ندير؟ نخرج دراهم حق القفص هذاك؟ ما لقيتش ثم كيفاه ندير؟ فتولي في هذه كيفاه ندير؟ واضح سيدة نورة، نجاوبوك ان شاء الله. السؤال الثالث،
أنا عندما توفى زوجي عاهدت نفسي أني نختم المصحف كل شهر ونهدي ثوابته لزوجي، لحد الآن ختمته 4 مرات. سكو هذا يفيدو ولا ما يفيدوش؟ ثم كي نهدي الأجر تاعو للزوج تاعي يوصلوا ولا ما يوصلوش؟ ربي يرحمه إن شاء الله. اللهم آمين. وبارك الله فيك. هذا ما كان. شكرا بزاف الحصة هذه. الله ينورك سيدة سمية ونعزيك مجددا وربي يوفقك لما فيه الخير. شكرا. شكرا. سطيف السيدة إلياس. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم وعلى الشيخ الفاضل. جزاكم الله خيرا على هذه الحصة. واجبنا سيدة إلياس، تفضلي بالسؤال. أنا أريد أن أتكلم بالقبائلية مع الشيخ. تفضلي. نعم. مرحبا وتما. مرحبا سيدي، مساء الخير في الله. مساء الخير. سي شريك سقسينا الشيخ. سقسيا من زوارو، ما الفرق بين الاستغفار والعفو؟ هاد سقسي واش دوزيام ما بغاش نهضر حقا مش تعاشمني وي قلنا نعقق 7 ليدنا تما واحد وي هضرات في ليش نخدماني نعدل جال تاوس حد تنايزدا كشي نديدنا غاهنا غير نغارنا وإذا شفناكم نضرب نحدي زاك فرنسا حد جمالي كان حد تما نتعاملنا بنفس المعاملة. يعني شما كنت واث مثنين شمينا كنت واث مثنين ذي استماع كخامي وماشي كخام بابا كخامي ما ايوا كخامي تما كنتعاش شي اللي نتعاش الواحد فما كيف مي بسحويضه كنا نكون حنا نشغلي تفضلني مغارنا ولاش ما يتفضلني فنانا كلشي تما لاقلا ولاش منين كوني ماشي كيف فهمت هذا شو ذا السقسيين تما دا شو الحكميش دا شو الحكم ولاش يخدمني يعني كاينه عاودي شويه باش تفهم اكثر في مره يكون لي 7 يذون ياخ هاك 7 يذنا حد تما نكون في يدنا نتعاش الواحد غير مغارنا ايوا ولاش ناكل تعاشوا شدي تعاش قماري كان حدك فرنسا حد هضطر تعاون مغار نغوص نتعاون راه سقسينا فلاسن وتسقسيناني فلاسن حاشا ما تقول لنا العطله على ميد العطله تما لو قلنا اذا كني تعاملني المعامله واش نسن شراينا حتى وتبنسك ماشي كيف صابرتي داند في الحكم الغايده ما نتغطبطيون تما الحاجه يخمشت اي شي خمي يعني الماء لا شي خموينه وتهضرت فلاس بلي جي تهضرت ماشي الحكم نعم واضح الله بارك الله فيك يا شيخ. الله ينور. شكرا سيدة إلياس. ربك يعاون. الله يبارك جميعا إن شاء الله. ألمانيا السيدة أمة الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نشكركم بزاف على هذه الحصة يعني اللي نورتنا عقولنا وخلتنا نتمسكوا بأزواجنا وولادنا أكثر وأكثر. الله يوفقنا وإياكم لما فيه الخير سيدة أمة الله. الله يخليكم. أنا عندي سؤال. أيوة. ويعني عندي سؤال وفي نفس الوقت أحتاج إلى نصيحة من الشيوخ الكرام. مرحبا. أنا أم متزوجة وعندي 4 أولاد وراني في 15 سنة متزوجة وعندي المشكلة مع زوجي أنه عنده المشكلة تاع الشك والناقص في يعني كل مرة يشك فيا كل مرة يتهمني بكلام تاع الفاحشة يعني وأنا دايما هذه 15 سنة نقول أنا صافية أمام الله تعالى معليش نقول الله يهديك اتقي الله يعني 15 سنة خلتني بهذو 2 كلمات عايشة وخلتني جبت 4 أولاد ولادي يعني ما شاء الله نعمة تربية رزق ماشي مال أنا ربي سبحانه راضي علي أعطاني رزق أولاد نعمة تربية ونعمة أخلاق أولادي مع أني عايشة في بلاد الغربة كما يقول لك يعني كل مرة زوجي يتهمني بهذا الكلام ويضربني ويسبني ويسب الأهل تاعي والأهل تاعي لما نشكيهم دايما ضاغطين علي على الراس يقولوا لي لا الصبر في طع أولادك الصبر في طع أولادك ما تخرجيش من دارك الصبر في طع أولادك بعد 15 سنة يعني أنا خلاص وليت يعني نمرض مانيش نطيق لما نسمع ذاك الكلام منه
مانيش نطيق باش الان نكمل حياتي معاه. ودائما كيما نقولوا نشوف لولادي هما اللي كل شيء، ولادي هما اللي مشاديني، مع انه يعني زايد يعني. وكل مره يتهمني ويحلفني على المصحف، يقول لي حلف على المصحف ونحلف على المصحف. نقول له انا امام الله صافيه نحلف على المصحف، ماني دايره والو. وكل مره نحلف بصح يعني كيما نقول لك خلاص صحيا ونفسيتي مانيش نقدر باش نزيد نتحمل هذه المشقه مع هذا الراجل. جميل. طيب سيدة أمة الله، نعم. زوجك فيه إمكان يقدر يشوف الحصة في الإعادة على الأقل؟ والله يعني من ناحية الحصة يشوف الحصة، من ناحية الصلاة يصلي، من ناحية يخاف الله يعني هذه شهادتي أمام الله عليه، يعني ما يديرش حاجة الحرام. أيوة. مشكلة عنده عقدة نفسية من المرأة. أي مرأة يسمع بها ولا يشوفها يتهمها بالفاحشة. حتى اخر مره وصلت وين يعني فت التليفون وحكيت لاخته يعني بكل ما جرى بيناتنا، يعني كما قالت هي، يعني كما قالت الله يكون في عونك، شكي صابره معاه، الله يكون في عونك. الله يكون في عونك. والان يعني انا بناتي دروك راهم يكبروا ما شاء الله، لما يسمعوا بويهم يقول عليا هذا الكلام يعني واش من نظره يدوها عليا. صحيح. وانتم راكم في المانيا بعد، وبالاخص في المانيا كما يقول لك نحوس ربي اولادي على احسن طريقه واحسن تربيه ان شاء الله. ربي يوفقك سيدة أمة الله. شوفي سيدة أمة الله، نحن نتمنى انه زوجك او نامل زوجك الكريم يتابع على الاقل احد الاعادات، سواء كان منتصف الليل بتوقيت الجزائر العاصمه او 11 أو 45 دقيقة تقريبا بتوقيت يعني الحصة هذه يتبع قناة اقرأ، يتبع للدين، يتبع يعني من هذه الطريقة يتبع يعني كما يقول لك ماشي راني متخاصمة انا وياه نقول عليه حاجة سلبية، لا ما شاء الله عليك ما شاء الله يعني من جهة الدين ما شاء الله، لكن العقدة النفسية اللي فيه يفهم المرأة يعني هذه وتهمني يعني آلاف المرات، لكن في طع اولادي والاهل تاعي دائما ضاغطين عليا، لا صبري في طع اولادك، يعني لكن صوت المشكله تتفاقم بيني وبينه، تتفاقم. وكل مره نحلف على المصحف اني ما درت والو. طيب. يعني ما وكما يقول لك ولا بالنظره مازال ما خنتهش، ولا بالنظره مازال ما خنت الزوج تاعي، والحمد لله يعني والدي ربوني احسن تربيه. الله يحفظك سيدي. كما نقولوا والحمد لله يا ربي كما نقولوا من الظل تاعي خايفه، من الظل تاعي. الله يبارك الله. طيب سيدتي الكريمه، هذا هو سؤالك، هذا هو انشغالك؟ هذا السؤال تاعي، ومن فضلكم عندي سؤال اخر. مرحبا. حبيت نسال على الوالده، الان راه فيها السكر، مريضه بالسكر يعني وراه مأثر فيها. عندي اختي الكبيره هذه اللي ولدت بها في شهر رمضان، الان في عمرها 35 سنه، وثلاث مرات الوالده هي تولد في رمضان ومازال الان ما ردتش الدين تاعها. حبيت برك نسال اذا نقدروا احنا بناتها نردوا عليها هذا الدين. ايوه. اذا كان سؤال يعني راني نسمع فيكم باش تسالوني. واضح سيدة أمة الله، واضح، نجاوبوك إن شاء الله. بارك الله فيكم والله يزيدكم نور على نور إن شاء الله يا رب. الله ينور، منورين بكم يا سيدة أمة الله، شكرا جزيلا. بارك الله فيك. السلام عليكم. أخيرا السيدة أمينة العاصمة، الأخت أمينة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال من فضلك. مرحبا. بالنسبة لزكاة الحول كم هو النصاب؟ هذا العام؟ هذا العام وي. وشحال كيفاش تخرج؟ نقولوا بين 25 مليون ولا كيفاه؟ باش نفهم هكا. ثاني شحال نقول وعندي مبلغ على مستوى الضمان الاجتماعي، عندي اسمع باش نسحبوه مازال ما سحبتوش. اسكو نضموا مع المبلغ اللي عندي ولا حتى كي تسحب باش تحسب؟ ايوه مازال ما سحبتوش، يعني عندي الوقت باش نسحبوا، انا ما عرفتش نسحبوا. طيب وكاين من انا بالي الفقراء كامل نقدر نمد الاقارب مثلا وليد اختي كما نقولوا شاب بطال، وعندي اختي عندها ثاني كما نقولوا ما عندهاش دخل ضعيف، اسكو تجوز فيهم ولا يعني؟ واضح. هذا هو السؤال. واضح اخت امينه، بارك الله فيك. الله خير. شكرا اخت امينه، ربي يبارك فيك. جاوبكم شكرا. هلا سالوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري، على بركة الله من أمينة نبدأ، وربما هي تقوم على تنظيف مسجد في باريس. تسأل ما درجة ما مقام هذا الذي يقوم على مسجد الله سبحانه، على بيت الله سبحانه وتعالى.
الله يبارك فيك. ما شاء الله الأخت أمينة اسم على مسمى. أذكرك هي الأخت أمينة بقصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت واحدة امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفة بكونها تقوم المسجد، بمعنى تشرف على تنظيف المسجد في قسم النساء، جهة النساء. هذه خدمتها، كل ما تدخل المسجد الجامع تنظف المسجد، تجمع كل الأذى اللي موجود داخل الجامع وتأخذه معها وتخرجه خارج المسجد، وتكون حريصة، وهي دائما حريصة على نظافة المسجد. وعرفت بين الصحابيات والصحابة، وبلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام سأل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سؤاله عنها دليل اهتمام. قيل له يا رسول الله ماتت ودفنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة علاش ما خبرتونيش؟ صلى الله عليه الصلاة والسلام قالوا له ماتت وصينا عليها ودفناها وخلاص. النبي عليه الصلاة والسلام راح حتى لقبرها وصلى عليها صلاة أخرى، صلوا عليها الصحابة وزد عليها صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في قبرها. تأكيد للمقام، تأكيد لمقامها ورفعا لشأنها وتثمينا لهذا العمل الذي كان تقوم به هذه المرأة الصالحة. لذلك نقول لك يا الأخت أمينة، يبدو أن هذه القصة كافية باش نقول لك يا سعدك كيما راكي تنظفي المسجد، دير المناج في الجامع، ربي إن شاء الله ينظف حياتك، وربي يرفع قدرك، وربي يرفع شانك ويعلي درجتك. هذه الدرجة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا عمل صالح يدخل في الأعمال الصالحة التي تؤجرين عليها بأجر لا يعلمه إلا سبحانه وتعالى. الشيء المؤكد أن هذا عمل صالح وعنده أجر كبير عند رب العزة جل جلاله. شكرا شيخنا السعيد. في سؤالها الثاني شقين. الشق الأول يتعلق بجواز القسمة بالتساوي لابنها وابنتها، والشق الثاني وإن لم تسأل عنه ابنتها التي ترفض قسمة على اعتبار أنها بين قوسين مشحفة. نعم. أبدأ بالشق الثاني يا أخي أحمد. أنا تمنيت بنتك لو كانت تسمع الآن، ربما وقت الصحة الحصة ما يسمح باش نعطي التفاصيل، ولكن بلغي لها هذا الكلام. ممكن تراسلنا إن شاء الله وتعطينا العنوان تاعها والعنوان تاعك، ونعطيو لها باللغة الفرنسية باللغة العربية الإسلام يعني لو بارتاج هذا كيفاش يكون في الإسلام. وبإذن الله سنسمع منها شهادة على الهواء مباشرة معترفة بأن الميراث، قواعد الميراث اللي موجودة في القرآن والسنة قواعد عادلة، إنصاف لا إجحاف، إنصاف لا إجحاف. ونتمنى الأخت أمينة ربي حفظك بلغي لها هذا الكلام. هذا ليس تحديا ولكن من باب النصح فقط. راهي بنتنا ونحبوها ونحافظوا عليها ونعزوها، ولكن لا بد أن ننصح لها هذا الخطأ، لأنه هذا خطأ. هو كلام ربي سبحانه وتعالى. ربي سبحانه هو الذي أشرف بنفسه على توزيع الميراث على الناس، وقال من ضمن ما قال في القرآن الكريم: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. معنى ربي يجمع بين صفتين كبيرتين من الصفات، العلم والحكمة. العلم معنى العلم المطلق بلا حدود، والحكمة الحكمة المطلقة معنى في توزيعه الميراث. وفي جميع الأحكام الشرعية هناك علم مطلق وهناك حكمة مطلقة. طبعا هذا واش نقدر نقول في هذه النقطة. إذن قولي لها راهم قالوا في قناة القرآن الكريم الجزائرية في حصة هلا سألوا علم الفرائض، علم الميراث كما راه موجود في الكتاب والسنة، عادل منصف تماما بلا إجحاف. ما يضر المرأة ما يضر الرجل. النبي عليه الصلاة والسلام نهار اللي نزلت الآيات نتاع المواريث قال في الحديث الصحيح: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. معنى ربي وزع أعطى الحقوق لكل إنسان ذكر ولا أنثى.
حاضر ولا غايب. ممكن يكون اونسيت، تكون المرأة اونسانت يعني استاذيست، هذاك الجنين اللي في بطنها الشريعة نتاعنا أعطت له حق الميراث دون طلب، بلا ما يطلب، بلا ما يعيط، بلا ما يروح لا جوستيس. وهذه المسألة بالمناسبة أو علم المواريث بشكل عام لا مثيل له في جميع الفلسفات القديمة، ولا القوانين الوضعية، لا القانون الفرنسي ولا الإنجليزي والروماني. وإحنا ندرسوا هذا الموضوع في الجامعة يعني باش تكون على الصورة، يعني نخاطبوها علميا وستقتنع إن شاء الله وقدر. طيب شيخنا، لا بأس نذكرك أنت عندك موقع إلكتروني، عنوان الموقع حتى تستطيع باش نكونوا عمليين. بارك الله فيك. حتى تستطيع التواصل مباشرة. ممكن تكتبوا مباشرة www 3 مرات وبعدين .bouyzeri.net BOUIZERI.net. طيب تخاطبنا إن شاء الله ونبقى معها على في التواصل، وإن شاء الله ستقتنع بهذا الموضوع. القسمة الآن يا الأخت أمينة، إذا حبيتي تبيعي دارك وتوزعيه على أولادك 50% 50%، نص هذه بارفوا دو دوناسيون، يعني عن طريق الهبة. وإذا درتي عن طريق الهبة لازم يكون عادل، تكوني عادلة. كيفاش يكون عادل؟ عن طريق الهبة، يعني تقسميه 50-50%. إذا كان هذا الدار جابت لك مثلا 500 مليون مثلا، الطفل 250 مليون والطفلة 250 مليون. هذا واش نقول لك، هذا عن طريق الهبة. ولكن إذا كان ميراث إن شاء الله طويل العمرين من أنت مالك إن شاء الله طول العمر مع صلاح العمل، إذا كان عن طريق الميراث يوزع وفق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال ربي سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم بارك الله فيك شيخنا. طيب تريد الذهاب للحج بإذن الله السيدة أمينة أو العمرة أيضا، هل يمكن أن تعتمر في حجها عمرات على عدد معين يبدو أنهم يعني موصينها تعتمر عليه؟ يا الأخت أمينة، بعد ما تحجي تكملي جميع الأركان وجميع الفرائض نتاعك والواجبات نتاعك نتاع الحج، عندك حق باش تجيبي عمرات بقدر الاستطاعة. تروحوا المسجد التنعيم، مسجد السيدة عائشة، وتجيبي نية الإحرام من هناك، وروحوا ديري أركان العمرة، اهديها لمن شئتي. اهدي عمرة لباباك إذا كان ميت، اهدي عمرة لإماك، اهدي عمرة لجداك، المهم إما للأموات أو للعجزة. يعني يكون عندك جداك ما هيش ميتة ولكن عاجزة، ممكن تهدي لها. أما بالنسبة للأموات اهدي سواء للعائلة ولا حتى لصحاباتك. عندك صاحبتك ماتت، حبيتي تعطي لها هدية، لا حرج في ذلك، نفتي بهذا الرأي الذي يجيز ذلك وليس في ذلك حرج. بارك الله فيك شيخنا. عشاء المغادرة هذا عندنا غير احنا يعني. هذه عادة يا الأخت أمينة، هذه عادة أحيانا يا أخي أحمد في الديبار كما قالت، يعني يثقل الكاهل في الحقيقة. ما هوش واجب يا أختي أمينة أنت تزوري الناس، تزوريهم تطلبي منهم سماح ويطلبوا منك سماح وتروحي بالسلامة، ماشي واجب. إذا كان واحد يخمم باش يجيب المبلغ نتاع الحج ويزيد يخمم، احنا عندنا واحد العادة هنا تهرد بصراحة. يعني إذا كان الحج ب25 مليون لازم ذا يصرف 30 مليون في الذهاب والإياب يعني، فبالتالي لازم يدبر 60 مليون 70 مليون، وما هوش واجب. لا إلزام إلا بمسوغ شرعي، وليس هناك مسوغ شرعي يلزمنا بهذا العشاء. حبيتي تديري إكراما، عندك الخير تكرمي اللي زاروك، ما كانش مشكل، داخل في إكرام الضيف، ولكن ما هوش أوبليجي إطلاقا. هذا داخل يعني في العادات والأعراف، ليس إلا إذا حبيتي تكرمي ضيوفك الله يعينك. أما تديري واجب وتديروا الميزانية سبيسيال باش للسفر، لا هذا ليس واجبا. نعم. بارك الله فيك شيخنا. تسأل عن حبيبتها دارت العقد والآن مع الأسف مقبلين على طلاق، تقول هل أطلق أمام الإمام أم يلزم ذلك أن تذهب للبلدية؟ كيف هتدير؟ هو أولا بالنسبة للطلاق، يعني ضرب مادام إذا كان مقتنعين بالطلاق ليس شرطا باش يندار بزاف أمام الإمام، يكفي أن يقول لها أنت طالق، هذه كلمة كافية، ثم يروح يدير البروسيدور على مستوى الأميرين تاع فرنسا، يدير إجراءات الطلاق. وطبعا إجراءات الطلاق هناك في فرنسا إجراءات معقدة جدا، تأخذ حوالي عامين إجراءات.
إذا كان مادام عندها الإيميل باغي يتواصل نعطيو لها لي ديتاي لي بروسيدور كيفاش تتم ثم. ولكن كي يقولها أنت طالق خلاص فهي طالق من الناحية الشرعية، ليس شرطا أن يحضر الإمام اللي عقد بيناتهم. ولكن إذا كان قالها أنت طالق يعني من الناحية الشرعية ولكن ما زالها في الكاغط فيزافي لا لوا راهي زوجته، فبالتالي يكمل لا بروسيدور، يكمل الدوزيام ايتاب، يروح لا بي سي لا ميري نتاع فرنسا باش لاستصدار حكم بالطلاق القضائي على مستوى المحكمة الفرنسية. شكرا جزيلا شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. قسنطينة وفيها نورة تسأل: بينما ابنتها تشاهد التلفزيون فإذا بها تسرع لسماع آيات الذكر الحكيم من سورة ياسين، ذهبت بها إلى راق، هذا الراقي يعني رتب مواعيد متوالية كل جمعة حتى يتمكن من إشفائها كما تروي. تقول يعني شعرت بالنفور في قلبها من هذا الوضع، هل أواصل أم أتوقف؟ لأنه أيضا يتقاضى أجرا مقابل هذه الرقية. لا أخفيك سرا يا أختي نورة، أنا أيضا أشعر بالنفور. يعني علاه لماذا الإنسان يعني طيب كونها سمعت سورة ياسين وترتجف ولا سرعة ولا كذا إلى آخره، هذا دليل باللي هي تحتاج إلى رقية. والرقية ممكن ترقيها يا أختي نورة، يعني ليس شرطا باش تروحي للراقي، أنت ترقيها. الماء هذيك اللي تشربوا ترقية تقرأ فيه القرآن الكريم وثابت قطعا حتى بالتحاليل الكيميائية المعاصرة تأكد بأن الرقية هذه نافعة جدا، والماء هذاك يتغير إيجابيا النهار اللي واحد يقرأ فيه القرآن الكريم، سورة الفاتحة سورة البقرة، سورة آية الكرسي، أواخر سورة البقرة، سورة الإخلاص والمعوذات وكذا. قرأي أنت، قرأي توضاي وردي هذاك الماء يقرأي وقرأ على بنتك والسلام، ليس إلا وهي ترقي نفسها أيضا. وهذا لا يمنع من وجود شخص آخر يرقي، لا مانع، ولكن إلى أن ربي يشفيها، لأن الشفاء في يد ربي سبحانه عز وجل. هذه مجرد أسباب. ربي قال في القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هي تتوب بينها وبين ربي سبحانه وتلتزم بالعبادات وكذا وكذا، وتزيد هذه الرقية وتلاوة القرآن الكريم من هي لنفسها، ولا أنت ترقي لها، ولا يكون رقي واحد آخر. أما هذا البرنامج هذا كل جمعة لازم تجي ولازم الدراهم وكذا، لا، ما يلزمش الناس تخدم هذه الخدمة اللي تشوه الدين. الآن كل شيء مكشوف على العالم، لازم الإنسان يخاف ربي في هذا القرآن. هو كلام ربي سبحانه عز وجل. نقول يا العالم، القرآن الكريم هو المخرج، ما كاينش مخرج للعالم كامل كما في القرآن الكريم. ستعيش الإنسانية في ضنك وفي معيشة ضنكة وفي أزمة وفي محنة كبيرة وفي هم كبير إلا إذا رجعت البشرية إلى القرآن الكريم. ولكن أما بعض تصرفات بعض المسلمين اللي تبين القرآن الكريم يدير البيع والشراء. يا أخي أحمد كان اللي يدير السومة، إذا كان قرعة يدير لها مثلا 20,000 نتاع الماء بالرقية، إذا كان وهي تتباع 25 دينار عنا في الجزائر، وإذا كان دا فيها القرآن لازم 200 دينار، وإذا كان مش عارف العسل ب1000 دينار بالك، وإذا كان يعني علاه يديروا هذه الأسعار. وبعدين استنفرقوا. شفت المسلمين راهم يبيعوا في كلام ربي سبحانه عز وجل. لازم يكون عندنا غير على الدين ووعي. إن شاء الله ربي يشفيها يا الأخت نوراء بنتك إن شاء الله عاجلا. بارك الله فيك شيخنا. أختنا سمية من ميلا، ربي يعزها في وفاة زوجها مجددا. طيب تسأل، هي الآن تذهب لطبيب لمتابعتها، تقول: بعد وفاة زوجي هل علي أن أغير إلى طبيب؟ يعني تبقى دائما هي لا تتابع لأنها حامل، تتابع لدى طبيب رجل، ولكن تقول الآن أنا معتدة، فهل علي أن أغير طبيب؟ أولا الأخت سمية إن شاء الله زوجك ربي يرحمه برحمته الواسعة ويرحم جميع المسلمين والمسلمات. أنت راكي حامل، ربي إن شاء الله يحفظك ويحفظ الجنين اللي في بطنك. كملي مع الطبيب اللي بديتي معه، ليس من أحكام العدة تغيير طبيب. يعني مادام إلا إذا كان عندك طبيبة، فيه طبيبة قريبة منك ومختصة، الأولى هو الطبيبة باش دير السويفي هذاك ميديكال، تدير متابعة طبية، لأنه هذه فتوى عامة وإن لم تسأل هي. ولكن نقولوا الأصل أن المرأة تلجأ وتذهب إلى الطبيبة. المرأة تروح للمرأة، ولكن
إذا ما كانش طبيبة امرأة مختصة يجوز الذهاب إلى الطبيب. وإذا كان هناك امرأة ولكن ليست مختصة ولا ما يعني مستواها ربما بعض حالات نتاع الحمل معقدة تحتاج إلى خبرة، تحتاج إلى دراية وفهم أكثر، فالعبرة بالخبرة. ربي قال في القرآن الكريم اسأل به خبيرا ولا ينبئك مثل خبير. إذا أنت راكي معتدة، دير العدة نتاعك عادي وكملي العلاج نتاعك عند الطبيبة إذا وجدتي، وإذا لم تجدي فكملي مع هذا الطبيب. نسأل الله التيسير لك. شيخنا السعيد رحمة الله عليه اشترى عصفورا جميلا لزوجته ولكن القفص لا يعرف صاحبه، ماذا تفعل سيدا؟ أنت يا أختي الحقيقة أجابت قبل أن نسألها. أنت حاولتي باش تبحثي عن صاحب هذا القفص، فإذا اجتهدت في البحث عنه ولم تجدي له أثرا، ما لقيتيش هذاك الإنسان صاحب القفص، السعر نتاعو اسألي المختصين التجار اللي يبيعوا هذا القفص، هذا النوع من القفص. قال هذا القفص لا أدري الحجم نتاعو شحال يسوى. إذا قال لك مثلا 100,000 خذي هذاك المبلغ 100,000 مديه الفقراء والمساكين. أنت راكي مأجورة، نفذتي الوصية وبرأتي الذمة نتاع زوجك والذمة نتاعك، ثم الأجر يروح للمولاه، الفقير يستفيد وصاحب القفص يستفيد بالحسنات. صح. وهذا هو الجواب. بارك الله فيك. طيب شيخنا، هي الآن وفاء لزوجها تقرأ وردا من القرآن الكريم، تختم المصحف كل شهر وتدعو له عسى أن يصل قراءة هذا القرآن له، هل يبلغه؟ نعم. نجاوبك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أكيد في خلاف فقهي في المسألة، ولكن الرأي الذي أرتاح إليه جدا كل إنسان ينوي طاعة من الطاعات كما هذه، ثواب قريت القرآن، ختمت القرآن، ادعي لمن شئت وتهدي هذاك الثواب الأجر لزوجك، يصل إن شاء الله وقدر، وربي إن شاء الله أجرك وأنت أيضا مأجورة على هذا الفعل، وزوجك ربي يرحمه إن شاء الله ويرفع درجاته إن شاء الله يوم القيامة بهذا الثواب اللي راكي تهديه لزوجك. بارك الله فيك. استثمار الوقت شيخنا السعيد، السيدة أم إلياس مباشرة باللغة الأمازيغية. الأخت أم إلياس ثم زوروثا ولتما هذا ميني غادي ينظر الاستغفار معناتها إيون هذه استغفر يا رسول ربي سبحانه عز وجل، هذه استغفر أسين يا ربي ظل فغذيك المغفرة، ولكن ربي ما لا يقبل الدعاء أني ذا سيعفو. حتى كلمة العفو في اللغة العربية معناه إزالة الأثر، إزالة الأثر. معناه سيدي ربي وكمي تحاسبارا فين تخدمض مرة تخدمض التوباني سقولين ثقي سمي سيد الشرعي اسمي التوبة النصوح. التوبة النصوح 9 شروطينس، شرطا مزوارو ندامة إلى قباب وين يسخسرا يغلظا أذي يندم. قرني ثقفالي أخويا أحمد قرن ربي يعفو يغفر يوين يشظن يوخر. أيوة. يعني هذه الحكمة بالقبالية تترجم حديث النبي صلى الله عليه وسلم تاع التوبة، وكذلك قول الله عز وجل إن الله لا تقنطوا من رحمتنا إن الله يغفر الذنوب جميعا. مع انتهى والحديث النبوي الشريف إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ثم زوريث إذن ما كدني يخدم داما غادي ندم بنادم فين يخدم فيريث في سناث أوها ربي إلى قد يجي الخدمان نيك خدمة كني قرنس الإقلاع يعني خدم فيريث إلى قد يجي في ثلاثة إلى قد يسعون الإرادة داخل البوليسية هذا الساوي ويتسوغالا سين يخسر وقي مقارن العزم يعني في المستقبل باش ما يرجعش في هذاك الإثم. وثيص 4 ما إلا يتشال حق بمذان ساقي حقوق الله، ولكن ما يتشال حق بمذان إلا قد يسير الحقيس ما يسخدم خدام يتشافي ذيس إلا قد يخلص. صحيح. ماذا ندير يظلم سوا ولا قاس يظلم السماح. إذن العفواقي ما يعفى ربي سبحانه عز وجل معناه يكسى كل أثر يوم القيامة وتصبح حتى الأثر. ميم جارانا بين البشر إذا كان واحد تقول عفيت عليك معناه خلاص يا أم إلياس، ماشي بعد سنة تقول هذاك النهار درت لي كذا وكذا، تقول عفيت عليك معناه دي قيمة لا أثر لا أثر. السؤال ويسين ذي 7 يذون كونوي تعيشي ما كذي مغارم ذا كوني غادا كوني ساعد ربي كوني يفكر ربي الخير لهنا كوني يفكر ربي ثلاثة السر ما ساعد نون خطر ثرف ذمي مغارن تسايتيف مفلسان تقدش مفلسان سنسبوي من القوتين فغانا ثانوفان كن ارثمان سن 9 من لاجر الزياده يمي تقدش مفلسان، ولكن
ويعيش ذي برا ويتعيش وحده سوا وقال كشامينيغ بكل صراحة إلا واندا إلا الثيال التفض لنا الدريات سينا فيون نتاير في ديما ولا نيس نثني خدم الشغل السنة سيني خاطي إلا قد تحسب باللي توالاسم سيدي ربي مدينا وبالوالدين إحسانا يوصدك الدرية أكن ملان ماشي ثاعكم تسير في ديون أرقازي مثلا أكد خميني تسليث ثمطوث أكد نساء أكد خميني خاطي إوي يضان دلان إلا قادر يفذل ماشي كان دي العطلات ذي لي كونجي داسان ولا دي فرنسان غي ماريكان غندايلا ادي سادي شادي سوا ذي حوسن بعد ذي يغال غاس اوريزميرا ذي لي ذاكيني خاطر يسال الخدمه عند النظام الى قد يفكاذرين خاطر كون يتعيشيم صريف فلاسن تعتيف فلاسن نثني ذا تولاسن ذي الشرع نسيدي ربي باش تخدمن ذا تزمرت نسن ثاعكم مولان الى قد ترفذن الدريه سالمعاونه. السقسيه قالوا السؤال الثالث في الغيبه ثم زوالو ثلاث مقال الغيبه ثم قال البهتان. الغيبه ما الا يون اثيد فضرض سوين الا نذيكس ولكن قبل راه خاطر ذيني ثقه رحم ماذا البهتان ما الا يون اديني في مذين اي نور نلي اي القرن القبيلي ثغي من ربي سكوين نور نخدم وما نخدم ثما فلاس. الغيبه يجي ولتما وثجوزار ذي الشرعيث ربي شوالي يغتب بعضكم بعضا ولكن ما الا في موضع عند يلقى الشكوى صافي اذا كان واحد مضروب يروح للقاضي يشتكي ما نقولوش هذه غيبه لا تجوز لا هو يرفع الشكوى للقاضي صحيح ما الا كما قلتما تحكوا المشكله كي الامام السيد اخويا احمد او فلانه ضرتني حقرتني وكذا كيفاش ندير هذه لا تعتبر غيبه انت لست اثمه تطلبين النصيحه والان وانت تسالين على الهواء مباشره هذه ماهيش غيبه لانك تسالين ولم تذكر الاسم. لو يذكر الاسم نقول نعم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام علمنا منهجا كيقول ما بال أقوام لا يذكر الاسم ولكن يميز أو يفرق بين الفعل والفاعل. يذكر الفعل الذي هو غير صالح هذا عمل غير صالح كما قال القرآن الكريم لنعتبر لكي لا نقتدي بمثل هؤلاء الذين يرتكبون هذه الأفعال. صافي خميني مشثيض يثين تحملض مولاني في كمي ضرا باش نفك النصيحه باش اذرنا المضره ثقي ماشي ذي الغيبه ولاش ذيك اجور وساضره دنوف. احسن الله اليك شيخنا السعيد. السيده ام الياس كما طلبتي واعتقد ان الجواب كان كافيا وافيا. سيده امه الله من المانيا اعود على بدء الحقيقه جميله الكلمه التي قالت جعلتمونا نتمسك بعائلاتنا وباولادنا. الحمد لله وهذا أمل من آمالنا في قناة القرآن الكريم أننا نعيد للأسرة الجزائرية هدوءها. الأسرة الجزائرية في الأصل أسرة هادئة تفهم بعضها وتتفاهم لولا هذه يعني العوائد من الزمن التي أتت عليها أو الضربات التي أتت عليها. الحمد لله سيدة أمة الله. ولكن رغم ذلك شيخنا السعيد زلزال في بيتها. هي تقول هذا الذي حدث بيني سنوات من الصبر على الاستحلاف. الرجل طيب متدين لكنه شكاك. تسأل ماذا أفعل؟ أنا سئمت تكاليف الحياة معه بما تنصحه أولا وتنصحها وكنت أشدد على حضوره معنا أنه يبدو أنها عائلة مستقرة بأولاد طيبين ومؤمنين ومتدينين ينقصها فقط أن تعود الثقة لهذا البيت. شيخ سعيد بارك الله فيك. لو أكملت يعني في الجواب يكون أحسن. أبدا لم أكن أجيب. جزاك الله خير. لم أكن أجيب. شيخ أحمد بارك الله فيك على الكلمات الطيبات وأثمن وأثني على ما قال أخي العزيز أحمد في هذه الكلمات الطيبات. في الحقيقة الأخت هذه أمة الله في الغربة وثابتة يعني جزاك الله خير وصابرة ويسعدك. نذكرك بقوله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. معناه ربي يعطيك الأجر على الصبر نتاعك بغير حساب. هذا رقم واحد. صحيح. رقم اثنين نقول لمواليك جزاكم الله خير. يعني مواليها أهلها الذين يشتمون تشتم ابنتهم تضرب يشك فيها مع ذلك يقول لها يا بنتي وقفي. سبحان الله. نعطيهم تحية تقدير واحترام لمواليك لأهلك جزاهم الله خير. رقم ثلاثة أمة الله ربي يحفظها راهي صبروا في الغربة
ولو بارم نتاع الحسنات يزداد في الغربة أكثر. لأنه في الغربة لو كان هنا في الجزائر مع الشعب نتاعنا وكذا، ولكن في الغربة راكي صابرة ويساعدك، عندك أجر واحد آخر زيادة. والنقطة الرابعة، ويا ريت زوجك يسمع ويتابع، نقول له يا سعدك عطالك ربي مرا كيما هذه، احمد ربي احمد ربي. الكفر كفران، كان كفر الملة كان كفر النعمة. إذا كان زوجك إن شاء الله يسمعنا ويتبع فينا، إذا كان ما استعرفش باللي انت نعمة اللي ربيتي ولاده، اللي صبرتي على أذاه، واللي كذا كذا كذا، واللي اعترفت بإيجابياته، هي تقول أنه زوجي عنده خصال مليحة، هكذا تقول صحيح. زوجي متدين، زوجي مليح، زوجي كذا، يعني عليك نور بارك الله فيك. نقول لزوجك احمد ربي وإلا ستكتب عند الله كافرا بالنعم. يا عجابة، ممكن مرة واحدة أخرى تكفر به تماما، تقول هذا الزريعة هذا ما شفت منه ولا خير، ولكن انت مع ذلك متزنة ملتزمة معترفة بإيجابياته. إذن هذه تقريبا الرسائل. ورسالة أخرى نقدمها لزوجك، نقول يا أخي العزيز، ما كانش مرض خطير يدمر الأسر كما مرض الشك. مرض الشك. ونقول له ربي سبحانه واش يقول في القرآن الكريم؟ قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا كي يجي الخبر فتبينوا، بعدين ربي قال أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نقول له لزوجك ربي يهديك ويهدينا جميعا، اتق الله، خاف ربي. الشك مرض خطير مدمر للإنسان، مدمر للعلاقات الزوجية، يقطع العلاقات مع الناس مع الجيران، ويدمر القيم ويدمر ما يبقى ولا شيء. نقول أنت في خطر، أقولها من أعماق القلب، نقول يا فلان أنت في خطر كبير، لازم تراجع نفسك فورا وتعود إلى جادة الحق والصواب. هذه بعض رسائل زوجك. أما أنت اللي راكي خذيتي هذا واسمه الهم تاع الشك، وزيدي الضرب، عجبا الضرب هو لازم يعرف بلي القانون الألماني يعاقب عقوبة شديدة. يعني بالمناسبة هذا المرة عندي أسبوع فقط واحدة من بلاد الغربة اتصلت بي في هاتفيا وكانت كذا وكذا، يعني ضحية ضرب. قلت لها روحي كذا دي إجراءات على طول خذا طريحة من القضاء. وبدا هو يتصل يقول يعني كيف لو كان في الجزائر أو تصل في الجزائر ضرب برك معناها اتقي الله وخاف من القانون وتطلق وسيرتيفيكا ميديكال وتاخذ النص في الدار وكذا. والله شيخنا سامح يعني نعم. يحرقك أن يربيك وأنت مسلم نعم. غيرك يعني نعم. هل يربينا غيرنا في أخلاقنا مع أزواجنا؟ بارك الله فيك. لا بد من المراجعة. واحد يعني رجولته تخليه يفهم واش كان يقول خويا أحمد، أنه كيفاش يجي واحد ربما يكون كافر يكون مسيحي ولا مش عارف هو الذي يؤدب هذا المسلم، يعني هذا عيب وعار بصراحة. أنت صبرت يا بنتي على الشتيمة وعلى الضرب وكذا، أضم صوتي إلى صوت أهلك نقول لك صبري ونتمنى زوجك ربي يهديه عاجلا لا آجلا. راكي تقولي باللي الآن نفسيا صحيا على باللي أمر صعب، 15 سنة وراكي تربي ولاده، يعني أولادك تربيهم تربية حسنة وفي بلاد الغربة. إذا كان التربية واعرة في بلاد المسلمين وانت راكي وفقتي باش تربي ولدك تربية حسنة في ألمانيا، يعني تستحقين وسام. بصراحة أقولها من أعماق القلب، أنت تستحقي وسام يتعلق على جبينك، ما تستحقيش الضرب والشتيمة تاع أهلك يا عجابة. لذلك هذا واش نقدر نقول لك صبري يا بنتي صبري. طولت في هذه النقطة بالذات باش يكون عندك إن شاء الله مزيد من الصبر، وربي إن شاء الله يهديه عاجلا لا آجلا، وانت ربي يعطي لك الصبر إن شاء الله. الله ينورك شيخنا السعيد وحسن الله إليك. أما اتهامه بالنساء وكذا يتهم النساء بالفاحشة وكذا، يعني ربي يداوي أحوالهم. آمين يا رب العالمين. طيب شيخنا في 5 دقائق نسيروها بهد كل الأسئلة المتبقية لنا نوعا ما تقنية. الوالدة مريضة بالسكري، هل يمكن أن يصوموا عنها وهما بناتها وكبار؟ هكذا تسأل. شوفي يا أختي، مادام هي ما زالتها حية 3 مرات يعني 3 شهور وما أخذتهمش، أولا تقضي مادام هي لا تستطيع القضاء، مادام مريضة بالسكري تفدي، تقدم الفدية عن كل يوم، تقدم فدية وزيد فدية التأخير يعني لأنها تأخرت منذ سنوات. صح، هذا مكان عن 90 يوم 90 يوم وفدية عن كل يوم. نعم. بارك الله. سيدة أمينة من العاصمة، زكاة الحول شحال النصاب بهذا العام؟ 48,450,000.
48 مليون سنتيم و450 ألف. اللي عنده أقل ما يزكيش. اللي عنده أقل ولازم هذا المبلغ ويكون دار عليه العام يا الأخت أمينة. أيوة. من العاصمة. وكيف نخرج الزكاة؟ خرجيه حسب الآية 60 من سورة التوبة. أيوة. في 8 أصناف، 8 كاتيجوري، 8. أيوة. كالفقراء المساكين كذا كذا كذا. فإذا قدرت توزع عليهم شوية شوية كاع الله يبارك، وإلا ما تيسر. عندك مجموعة فقراء مدي لهم هذا المبلغ، يعني الشيء اللي عندك إذا عندك مثلا 100 مليون مثلا في 2 تقول كيف نزكي؟ في 2 خذي مثلا 100 مليون مضروبة في 2.5 الناتج على 100 تلقاي ثم تلقاي 25 ألف دينار 2,500,000 ولا المبلغ هذاك مقسوم على 40. الطريقة الثانية تقسمي على 40 تلقى سوا 25 ألف دينار وتقدمي الفقراء والمساكين. هل تضم مالها في الصندوق إلى مال نعم. الزكاة؟ يضم يا أختي أمينة المبلغ اللي عندك في الضمان الاجتماعي وما خرجتيش. مثلا عندك 10 ملايين في الضمان الاجتماعي أنت ما خرجتيش، وعندك في الدار 100 مليون ولا في البنكة 100 مليون اللي عندك زائد 10 ملايين اللي عندك في الضمان الاجتماعي، خاطر هذه داخله في الذمه الماليه نتاعك. المجموع 110 ملايين مضروبه في 2.5 على 100 المبلغ هذاك تخرجيه مقدار الزكاه. هل يمكن تزكي لولد اختها الشاب البطال او لاختها اللي دخلها ضعيف؟ نعم يجوز باش تخرجي مبلغ الزكاه اما لاختك اللي راهي بدارها متزوجه بدارها وكذا، ولا لابن اختك البطال. وعندك اجرين، الاجر الاول هو أجر إخراج الزكاة، والأجر الثاني هو أجر صلة الرحم، فهي صدقة يعني زكاة وصلة. عندك أجران يا الأخت أمينة. بتركيز وفي دقيقة الشيخ سعيد باللغة الأمازيغية حول واذكر ربك. بارك الله فيك، ما نسيت يعني جزاك الله خير. هذا هو يسمى 33 نبدا داول ساكنيت قلت بوسا في ذكر الله عز وجل. سيدي ربي يوم راغيد باش نذكر سيدي ربي ماشي ذكيوث الحاله كان سواطاس نذكر الله ذكرا كثيرا ونادى النبي عليه الصلاه والسلام من كل مناسبه اما الصبح ما نكره مثلا دي ثمار نطوس ما نيني مرا نسافر نذكر ربي سبحانه عز وجل يلهوي تذكرنا ربي سبحانه إن يسد يونس صحبين يا رسول الله شو الخدمه قالها إن ياس ان تموت ولسانك يلهج بذكر الله مع انتهى رطب من ذكر الله معنى يلسب مذان لبذا يذكر ربي سبحانه عز وجل. أن ذكر ربي أما ذي المحنة أما ذي الطيق أما ذي لساع أما الصباح أما ثمديث وإذا غنفي مش في صلى الله عليه وسلم يصحفظاغ إنك من الميث كفى الظالثان دعو ربي سبحانه إن ربي عوني بشك ذكراغ بشك شكراغ بشك عبذاغ أوها ربي يلسون النغ وإذا قرأ أذغفلن ونكون يشرعيث النغ ذي جديث النغ يثنصيث النغ نحفظ في مغارا دائما تذكيرا أداوين أين فهما أما ذي القرآن أما ذي السنة أثي داوين أما ذا سفرو أما ذا المثول قبيليث أذكرنا ربي سبحانه عز وجل أنذكر ربي الدعاء المأثور يدينا النبي صلى الله عليه وسلم أكن غير السلمذ مولاش سوا ولا كزيضا المهم تسويرا ربي سبحانه وإن يغد وتسيثرا سجاد يغفلا. شكرا لشيخنا وأستاذنا ومعلمنا الدكتور سعيد بويزري. شكرا لكم على وفائكم. شيخ بويزري ما زال معنا، يلقاكم بعد ساعتين من الآن في برنامج والصلح خير. يبقوا على 5. شكرا لفريق العمل التقني بقيادة المخرج يونس مسلم. غدا بحول الله لقاء جديد. السلام عليكم.